نقول كده بسم الله ويلا ندخل على الوصفة على طول، ومش هقولك ايه هي، اعرفيها في الاخر. دول شوية بصل كده مجروشين من اللي هو الجاهز ده، المجفف الجاهز. شوحته كده او حمرته في معلقة زيت، يا دوبك ياخد اللون الذهبي. او ممكن تعملي بصل فريش اللي موجود عندك، بس ده بيبقى سريع كده، بستخدمه في بعض الوصفات. وبسرعة انقله من على الطاسة وافرطه في طبق عشان ما يتحرقش، مش عايزاه ايه محروق. ومقشرة كده بصلاية على جنب زي ما انتي شايفة. وقلنا تاني فيديو اهو للاكلات الاقتصادية اللي هيدخل فيها بروتين. ده صدر فرخة مخلي، اخدته وقطعته كده ايه شرايح، وبعدين ايه يعني بالطول والعرض كده مكعبات. عايزينه ايه يتقطع حتت صغيرة، قطعيه بقى التقطيع اللي يريحك. بصي الاكله سهله وتحفه، وبرده من الوصفات اللي طول ما انتي بتاكلي حاسه بطعم الفراخ. حته سمنه كده ايه مش كبيره على النار، اشوح فيها البصلايه كده تشويحه خفيفه، وابدا احط الفراخ اكني بسلق فراخ. جيت بقى هنا اشوحها، حسيت الفراخ بتلزق في الحله، رحت بسرعه الطاسه اللي كان فيها البصل، رحت مصفيه شويه الزيت اللي فيها، كانوا حوالي معلقه. وابدا بقى ابهر ملح وفلفل وسنه لورا، سنه حبهان. انا عندي الحبهان واللورا مطحونين. لو انتي عندك صحيح حطي فص واحد حبهان وورقه لورا واحده. ما بنحطش اكتر من كده خلاص. واشوحها. بصي بقى نقطتين الزيت دي خليتها فكت، تشويحه كده خفيفه، وجنبي براد الشاي ميه مغليه. انا هسلقها اهو يا جماعه، انا عايزه ايه الفراخ دي تعمل شوربه. حطيت شويه ميه، واجي كده في طبق احط كوبايه زبادي كامله وكوبايه لبن. هبدأ أضيفها عليها، بس هفوت شوية لبن كده ايه صغيرين في الكوباية، واضربهم كويس بمضرب البيض. هبهرهم بملح وفلفل دلوقتي. بس جيت كده خدت معلقة صغيرة دقيق حطيتها على اللبن، ومعلقة كبيرة مليانة نشا. أنا زودت نشا تاني على فكرة. تمام، يعني بما يعادل معلقة كبيرة ممسوحة نشا، ومعلقة شاي دقيق. وقلبتهم كويس، وابدأ أدربهم على اللبن اللي بزبادي، وابهر بملح وفلفل، واضرب الكلام ده كويس قوي. مفيش 5 دقايق 7 دقايق هتلاقي الفراخ استوت. ننشل بقى البصلايه دي على جنب، بحب اكلها كده. هديها رشه ملح كده دلوقتي، وهقعد اتسلى عليها. ونروح ضايفين اللبن. طبعا اكيد انتوا فهمتوا انا بعمل ايه دلوقتي، انا بعمل كشك بالفراخ. انسوا بقى طبق الكشك اللي جنبيه الفراخ المحمره، انسوا. وبعدين كان عندي رز مستوي جاهز. لو ما عندكيش اثناء تسويه الفراخ، سوي معلقه صغيره رز، وتبقى نار هادية عشان تاخد حقها. او تكوني سلقة انتي شوية رز. لا انا عندي الرز اللي كنت عاملاه في الوصفة اللي فاتت، اخدت منه معلقة. هتقولي لي بشعرية، هقولك وايه يعني. وانا بطفي خلاص خلاص كده خدت سمك المهلبية. اخدت شوية من البصل المحمر، ضفته عليه، وبدأت ايه اوزعه في الاطباق. وبقيت البصل هروح مزينة بيه كده الطبق من على الوش، وتاكلي احلى طبق كشك بالفراخ. قدمته بقى مع طبق سلطة الطماطم. حمرت شوية بطاطس والعيش، وكانت أكلة تحفة وتجنن وبألف هنا. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير للفيديو. وما تنسيش لايك وشير في الفيديو، واشتركي في صفحة مطبخ نهى. سلام عليكم.